عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وحبايبكم بخير ويجعلكم زايدين مش ناقصين يا رب، اللهم امين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده روتين. نزلت السوق، اول حاجة جبتها رحت اشتريت خضار عشان كل سنة وانتم طيبين. جبت خضرة محشي وجبت فلفل ما شاء الله، وجبت فلفل اخضر. وطبعا الصبح رحت جبت عيش قبل العيش من الفرن قبل ما اروح. وجبت كوسة وجبت قتة كمان، القتة ما شاء الله جايبه ب5 جنيه الكيلو. وجبت خيار ب15 والكوسة ب15 والفلفل ب10. اللهم صل على سيدنا النبي. وجبت بامية، البامية ب35 بس انا جبتها من الست ب30. وجبت ملوخية كمان اهوت. وجبت اللهم صل على سيدنا النبي ورق عنب. وطبعا رحت جبت التموين كمان، جبت الزيت والسكر وجبت بتنجان. واشتريت كل سنه وانتم طيبين بقى المسليات اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد. اشتريت الحمص وجبت ترمس كمان اهوت. وجبت سوداني وجبت برضو السوداني كمان اهوت. كل سنه وانتم طيبين. دول شويه الخضروات اللي انا جبتها. وجبت كمان جلاش، كفته جلاش جبتها اهوت. جبت فلفل اسمر برضو كام وحبهان لسه فاضيهم معاكم. وادي الحاجات اللي انا جبتها. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الباميه ما شاء الله نقيها جميله ما شاء الله تبارك الله. وادي الملوخيه. وورق العنب جايباه ب70 جنيه يا بنات. الورق العنب بس ما شاء الله طرو جميل ازاي ما شاء الله. بصي تفرد معاكي تاني جميل. يلا كل سنه وانتم طيبين. وجبت كمان تفاح اهوت، تفاح ب40 اللي هو المصري دوت. جبت التفاح جبت كيلو وربع ب50. وجبت برضو عنب ما شاء الله الكيلو وربع برضو ب50. فاكهه برضو كده ايه نسقعها كده وفي الحر ده. شفت حاجه دخلتها التلاجة، كنت جايبه عيش وفتحاه كده علشان اعمله حواوشي ان شاء الله. نفرغوه كده من بعضه عشان اعمله حواوشي. طبعا دلوقتي طلعت شويه بتنجان وشويه فلفل من اللي انا جايباه علشان خاطر اعملهم ايه بتنجان. وجايبه هنا اللهم بارك فراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. وجبت الفراخ اهوت. هبدا ان انا بقى انضفهم. اللهم صل على سيدنا محمد. واقطعهم واشوف هنتبلهم ازاي. هجيب علبه كده فاضيه وابدا ان انا احط ملح، شويه ملح حلو كده عشان اغسل الفراخ بيها. ومعلقه زنجبيل اهوت. معايا ليمون كمان اهو غسلته. وهبدا ان انا ايه اكسره واعصره على ده. كسرتهم هبدا اركنهم على جنب كده قبل ما انضف بقى الايه الفراخ واقطعها. بصوا انا جايباها كده من عند الفرارجي، بس طبعا لسه بقى انا بنضفها تاني واقطعها ونشوف هنعمل ايه. انا غسلتهم اهو زي الفل. اشطفهم كمان شطفتين كده واملحهم بقى واركنهم شويه يتنقعوا في الميه بالليمون والجنزبيل والملح. غسلتهم بالملح اهوت وعصرت عليهم الليمون كمان. وادي القوانص والكبده برضو بالملح والليمون حطيت عليها ليمونه برضو. وهنا برضو اهوت غسلتهم برضو بالملح. بصوا كله تمسكيها كده تقلبيها من كله بين العظم وكله كده تخليها فل شمعه منوره قدامك اهي ما شاء الله تبارك الله. هبدا بقى انا احط عليها شويه ميه. حطيت عليهم ميه اهوت وهسيبهم يتنقعوا شويه وبعد كده اشطفهم تاني. هجيب شويه البتنجان دي بقى معايا حله اهوت. هبدا ان انا اسلقهم واعمل بتنجان كده بالايه بالدقه كده احطه في التلاجة. غسلت البتنجان وجبت حله فيها شويه ميه وقطعت الحته اللي فوق دي بس وابدا ان انا انزلهم فيها. حطيت البتنجان في الميه هبدا اغطيه واحطه على النار. هبدا اعمل دقه للبتنجان عبال ما لغايه لما الفراخ تتنقع وبعدين ابقى اصفيها. حطيت البتنجان طبعا يتسلق معاكم
وحابه نعمل الدقه البتنجان. اول حاجه جبت معايا فلفل مشكل اخضر واحمر، فرمت الفلفل اهوت، ومعايا ليمون، جبت 3 ليمونات وهبدا اعصرهم على الفلفل. عصرت الليمون 3 ليمونات على الفلفل اهوت، وشويه خل كده، معلقتين خل كده، شويه كزبره نص معلقه صغيره، نص معلقه كمون برضو، وبتاع معلقه ملح. لو نحتاجنا ملح هنزود بالشكل ده. ما شاء الله تبارك الله اهو. طبعا اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، اللهم لك الحمد ولك الشكر. انا صايمه فمش عارفه الحد، فانا هتوكل على الله كده، وان شاء الله هيبقى كويس باذن الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. خلاص باقي دقيقه، يعني دقيقه واحده كمان عليه. بصي بتحطي ايديكي كده، طبعا لو مش هتتحمليها بصوا هو خلاص طريت. لو مش هتحمليها امسكيها بمعلقه كده او بالشوكه كده وغزيها، وانت هتحسي بالطراوه بتاعتها. هي ما شاء الله باقي بس دقيقه عليه. ما شاء الله استوى. بصوا وسخن قوي، ربنا يجرنا من عذاب النار يا رب. طفيت عليه اهوت، وهبدا اسويه يبرد بقى وافتحه ونشيل المكان ده مع بعضنا. بصي يا حبايبي، ببدا ان انا اشيل. بصوا دي كده بتطلع معانا بكل سهوله، بس هو عشان سخن بتطلع معانا على طول. ازاي؟ عشان هي ما شاء الله مسلوقه كويس. السخنه اللهم اجرنا من عذاب النار يا رب. بسم الله الله اكبر. ما ننساش التسبيح والتهليل والتكبير في الايام المفترجه دي، ربنا يا رب يتقبلها يا رب، ويعيننا على القيام والصيام والذكر يا رب العالمين. عملته حشيته اهوت، فتحته من النص كده وحطيت الدقه فيه. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولسه يدوب. بصوا بدا يدي لون معانا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا انا لسه يدوب حشيه. تخيلوا بقى لما يركن شويه في الدقه يبقى طعمه عامل ازاي ولونه عامل ازاي. يلا يا حبايبي بالف هنا. هبدا اعمل معانا دقه الحواوشي. انا معايا نص كيلو لحمه مفروم، تقريبا جبت عليه نص كيلو بصل. في الحواوشي حبايبي البصل بيبقى قد اللحمه وده طبعا الكبه مكان الفلفل اللي انا فرمته، لان انا بصوا برده شلت شويه فلفل من اللي انا كنت فرماه للبتنجان، بس ده مش متبل ولا اي حاجه خالص عليه. وهبدا ان انا البتنجان هنا يا حبايبي نسيت احط توم، والله اعذروني، بس يا ريت تحط التوم في الاول. فهبدا اجيب توم كده بقى واحطه كده ينكهه بقى وخلاص، لان انا نسيت جدا صراحه. الصيام عامل شغل. يلا الحمد لله كويس ان انا افتكرت. هو بس بيديله النكهه بتاعته، بس احنا مش عايزين كتير عشان مش يبقى طاغي في الاكل. حطيتها عليه كده ونزلتها في الميه دي كده، ورششت حاجه بسيطه كده يدوب عليه كده. نرجع هنا تاني بقى للكبه. ده مكان فلفل، فما رضيتش اغسلها لان انا كده كده فرمه الفلفل وهحتاج الفلفل. فهتقطع البصل واحطه على طول. معايا نص كيلو لحمه مفرومه اهو، اللي انا رشاه عليه ده فلفل اسمر، وده لسه كنت هحط البصل بس قلت احطه معاكم. وادي البصل اهوت صفيته من الميه، ومعايا فلفل اهوت. هبدا انزل بالحاجات دي كلها على على اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعت هنا نص ربطه كزبره، ونصها مش كامله، يعني شويه صغيرين زي ما انتم شايفين كده. بالكزبره كمان اهوت. حطيت البصل والفلفل واللحمه تحت، وشويه البقدونس. وهنا بقى البهارات اللي انا هحطها: بابريكا، وشويه بهار مشكل، بهارات لحمه مشكله، ومعلقه كزبره صغيره، ومعلقه فلفل اسمر صغيره، وشويه شطه صغيره لو انتوا عايزين. مش عايزينها شطه صغيره يبقى يعني مش عايزينه سبايسي بلاش شطه، ومعلقه ملح صغيره. هبدا انزل بالتوابل دي كلها كده بسم الله. هبدا بقى اقلب المكونات دي كلها مع بعضيها. وهنزل بحته تومه صغيره خالص على طرف المعلقه كده. وحطيت كمان رشه جوز الطيبه بس ما جبتهاش معاكم، قلبتها معاكم اهو. ما شاء الله كله في بعضه بسم الله ما شاء الله. مش هقول لكم الريحه بقى عامله ازاي. هنحط معانا مكون كمان اخر حاجه اللي هو البيكنج باودر.
هنحطه ليه؟ لان بيخلي اللحمه مش مكتومه معاكي، بينفش اللحمه معاكي. هنحط قيمه نص معلقه صغيره كده. معايا طماطميه اهي، بس ما فيهاش ميه خالص، قطعتها زي ما انتم شايفين ناعم خالص كده. برده هنزل بيها على العجينه دي. ميه البصل والفلفل اللي احنا ضربناهم في الكبه اهوت. هبدا ان انا عشان احط ايدي كده، حطيت عليها بس شويه ملح صغيرين بس. حشيته زي ما احنا شايفين كده كلهم مع بعضينا، ودول حبيت ان انا اعملهم كده زي سندوتشات كده اهو، بس من جوه. وخلصت الكميه على قد اللحمه الموجوده، وده برضو هسيبه دلوقتي مش هكبه. الفرخه ديت انا هشويها. الفرخه دي انا هشويها، قطعتها بالشكل دوت، ما قطعتهاش زي التانيين اللي هتتسلق. وجبت هنا ملح وفلفل اسمر وتبلتها بيها قبل ما اعمل الخلطه بتاعتها. بصوا من جوه من كلها بالفلفل الاسود والملح. وهنا جبت الخلاط معايا، حطيت فيه بصلايه متوسطه كده، مش كبيره ولا صغيره، وسط كده. وحطيت معاه حبايه طماطم واحده صغيره، وقرن فلفل اخضر، وقرن فلفل احمر. البهارات بقى معايا هنا: بصل بودر، سنه قرفه صغيره، اللهم صل على سيدنا محمد، توم بودر، شويه بهارات فراخ صغيره، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر كبيره كده حلوه كده، وشويه كزبره ناشفه، وشويه كركم صغيرين على طرف المعلقه برضو، وشويه بهار اللي هو مكون من قرنفل على حبهان على كبوبه صيني على ورق لورا. واحط شويه جنزبيل كمان. دي البهارات اللي انا هستخدمها كلها الفراخ المشويه. وحطيت هنا في الخلاطه ورقتين لورا كمان، وهنزل بالحاجات دي كلها. طبعا لسه ما حطيتش. معلقه ملح، وهحط ليمونه اعصرها، ومعايا كوبايه زبادي برضو اهي هحطها، وشويه خل، وافرم ده كله مع بعض. هحط شويه خل، قيمه معلقتين خل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا بقى اضرب المكونات دي مع بعضيها. هبدا احط شويه زعتر، كنت ناسيه الزعتر، هحط شويه صغيرين بس، بيبقى مع المشاوي حلو قوي. اهو شويه صغيره. ادي الخليط معايا اهوت بقى بالشكل ده، ريحته جميله صراحه. انا ما حطيتش زيت لسه، هحط شويه زيت، قيمه معلقتين زيت بس. حطيت الفرخه في العلبه اهوت. هبدا انزل بالتتبيله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا بقى اعمل لها مساج بقى، واقلب كل ده فيها اهي يا حبايبي. تبلتها اهوت، واحطها في التتبيله دي، واغطيها بقى واحطها في الفريزر. لما احتاجها ابقى اطلعها تفك قبلها مثلا بايه ب3 4 ساعات كده، تكون فكت خالص، وابدا ان انا اشويها. هنا هسوي الحواوشي اهو. جبت طاسه حطيت فيها شويه زيت صغيرين وحطيت زبده صغيره. بصوا غطيت عليه، وحطيته وغطيت عليه، وغطيت عليه النار فوق بقى بالشكل ده كده، وقلبته